بنتين طلعوا في بودكاست بيتكلموا فيه عن تجربتهم في زيارة أحد المتاحف. This is in Arizona? This Yes, is in Arizona. And this really rich guy, he bought this town of Felicity and named it after his wife, Felicity. We visited it. They offer tours of this place. Oh, we did a tour. We did a tour. Horrifying. Why? They tried to get us in the center of the pyramid, put our foot in the middle, save this thing and make a wish and then sign a contract. And I was like, and we were like, I'm not doing that. And she was like, well, it's only part of the tour you have to do the tour. And that's when we said, we don't want to do the tour anymore. We're going to leave. And then they said, this right here is the center of the world. البنتين دول راحوا المتحف اسمه فيليسيتي. المتحف ده ملك لشخصين هما جاك وزوجته فيليسيتا اللي متسمى على اسمها المتحف. وجاك خد المكان ده في الثمانينات في ولاية أريزونا الأمريكية، والجولة هناك ب$10. أول قطعة فنية هتشوفوها هي عبارة عن ساعة في الأرض وعليها إيد بتشاور على مبنى هرمي، والمبنى الهرمي ده مفيهوش أي حاجة. بعد ما تخرج من المبنى الهرمي هتلاقي ألواح جرانيت محفورة عليها حاجات كتير من التاريخ زي الفن والحروب والحضارات، ومنها جملة مكتوبة ب6 لغات منها العربي. وفي كنيسة جواها كرسيين من الخشب. المرعب بقى إن الكرسيين عليهم بقع عاملة زي بقع الدم، وورا الكنيسة في كذا قبر، فهل دول اللي دمهم على الكرسيين؟ ده غير شكل محطوط على الأرض شبه الشطرنج. وآخر حاجة في سلم معروف باسم سلم اللامكان. السلم ده كان موجود زمان في برج ايفل، وهم خدوه وحطوه في المتحف ده. البنتين قالوا ان فيليسيتا طلبت منهم انهم يتمنوا امنيه ويوقعوا على عقد، ولو ما وقعوش مش هيكملوا الجوله في المتحف ده. غير انهم لو هيوقعوا لازم يوقعوا عند المبنى الهرمي اللي بيقول عليه جاك وفيليسيتا بانه المركز الرسمي للعالم. وفي الاخر قول لي رايك، هل الجوله في المتحف ده فخ سياحي ولا هو مجرد متحف غريب؟ بس كده متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. سلام.